الحمد لله القائل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وصلى الله وسلم على نبيه المقتضى وصفيه المصطفى سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين القائل: عجبا لأمر المسلم إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه في خلقه وخلقه. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، فإن ذهلنا فقد ذهل من كان خيرا منا، فإن ذهلنا فلقد ذهل خيرة العباد بعد المرسلين والأنبياء، حتى إنهم لم يكادوا يتذكرون أن آية في القرآن نزلت منبئة أو منبئة بما نزل عليهم. وما محمد إلا رسول، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إخوة الإيمان، إن مصابنا جل، إننا أصبنا ورب الكعبة في ظهرنا. إن امتحاننا كبير، ولكن عند الامتحانات الكبائر يمتحن الإيمان. إخوة الإيمان، ما علينا إلا الصبر والسلوان بما نزل بنا، وحق لنا الجزع والضجر، ولكن الصبر أولى. وقد قال عز من قائل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إنا لله وإنا إليه راجعون. فالله سبحانه وتعالى يبشرنا إذ نأتمر بأمره ونمتثل قوله لأجل الصابرين. وما أدراكم ما أجر الصابرين؟ أجر الصابرين هو الأجر الذي لم يجعل الله له حدا، فقال عز من قائل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إخوة الإيمان، اصبروا واحتسبوا، فلو كان أحدا يدوم في هذه الدنيا
لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وباقيا. اصبروا إخوة الإيمان، عظم الله أجرنا على الصبر، عظم الله أجرنا على تحمل هذه المصائب وعلى تحمل هذا الامتحان، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاجتيازه. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه وخلق بالمؤمنين من جنه وإنسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. layi nan MTN nan kamar da ya shi ko kana data da yawa ne ko tura na kan su ko na connecting kan. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وصلى الله وسلم على سيد الصابرين والشاكرين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المؤمنون عباد الله، فإن شيخ الإسلام وسعادة الأنام رضي الله عنه قال: الموت لا يضر من قد سعد، بل هو راحة لمن قد رشد. ولا يشك أحد أن مولانا شيخ الإسلام الشيخ الطاهر طاهر الظاهر والباطن كان بحق في الذروة من تلك السعادة، كان بحق في مقدمة السعداء، فقد سعد بصحبة الشيخ رضي الله عنه والنهل من معينه، بل والحوض في يمه العباب الذي لا ساحل له ولا غور ولا نهاية لغوره وعوده. إننا إذ نتذكر الشيخ طاهر رضي الله عنه إنما هي ذكرى كتاب الله، كتاب الله الذي تحول له خلقا وخلقا، فورث عن حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم ما نعتته به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقالت: كان خلقه القرآن. اعتاد كتاب الله سبحانه وتعالى وتعوده حتى كان كأنه المعني بقول شيخ الإسلام رضي الله عنه: ولتجعل حفظ كتابك الكريم كرامتي إلى لقائك العظيم. فحفظ القرآن وحفظه، فعاش للقرآن وكان القرآن له، فعاش للقرآن الكريم وحفظ آلافا مؤلفة من البشر لا يأتي عليهم الحصر، فخدم القرآن الكريم وخدم المسلمين أو المؤمنين أو المحسنين القرآن الكريم، وأجلى من غوامض هزل فيه. ونتذكر همة لا يأتي عليها الحد ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
صدقات الجاريات من شيخنا رضي الله عنه شرقت حتى لا تحين مشرق، وغربت حتى لا تحين مغرب. فاحلف ولن تحلف أنك لا تكاد تجد في العالم من خدم القرآن الكريم وخدم وحفظ من أولاده تكاد تقول أجمعهم، وإن كان فيهم نادر فالنادر لا حساب له. ومن أبناء أبنائه وله من ذلك ما يربو على 500 كلهم حفظة لكتاب الله. وأنصت من المدارس لتحفيظ أبناء المسلمين كتاب الله ما لا يعلم عدده إلا الله سبحانه، كلها في خدمة كتاب الله. كل هؤلاء الحفظة صدقات جاريات، وكل هذه المدارس صدقات جاريات تستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما العلم الذي ينتفع به فحدث ولا حرج، فإننا نطوي اليوم قرنا أو نصف قرن أو أزيد من العطاء المستمر، من النهل من مدرسة الله سبحانه وتعالى مباشرة، من التعلم من الله سبحانه وتعالى، فكأنما يجلي لنا معاني الأثر المعروف: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. فالشيخ لو حلف الواحد بعدم مثيل له في مجال تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى فلن يحلف في حلفه. فسر القرآن الكريم وأجلى غوامضه وربى أجيالا على مؤايشة معاني القرآن الكريم، على إفراغ القلوب لتنزل رحمات الله سبحانه وتعالى في إجلاء غوامض معاني كتاب الله سبحانه. فعلمه سيظل نافعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فستظل الإنسانية تنتفع بعلومه الظاهرة والباطنة، ستظل الإنسانية تنتفع بما فاض من يمه الذي لا ساحل له إلى أبد الآبدين إن شاء الله. ولد صالح يدعو له، أولاد صلب وأولاد روح، أولاد طين وأولاد دين، فلا تكاد تجد في الأرض جمع من الأحباب والمنتسبين والأولاد الدينيين الروحيين ما تجمع للشيخ طاهر يمنى به إنسان. فطال عمره وحسن عمله. وفي الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. عذرا لمعتذر.
وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بأنهم يتكافأ أو تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أجناهم. اللهم اغفر لمولانا الشيخ طاهر آمين وأعل مقامه في إليين يا رب العالمين. اللهم اجمعه مع حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بحبيبك المصطفى ونبيك المرتضى أن تصون سره رضي الله عنه، وأن تحفظ نسله، وأن تحفظ عقبه يا رب العالمين، وأن تبارك فيهم، وأن تحقق فيهم جميع أمنياته رضي الله عنه. اللهم حقق في أمة نبيك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تلك الأمان العظام وتلك المعاني الراقيات التي عاش لها الشيخ طاهر رضي الله عنه وأرضاه. اللهم حققها، اللهم حققها بقدرتك التي لا يأتي عليها الحد ولا يصفها الواصفون ولا يعرف كنهها العارفون. يا الله يا الله، تغمد الشيخ برضوانك برحمتك. اللهم إننا ندعو لأنك أمرتنا بالدعاء، ولكننا لا نعلم في الشيخ إلا هذه المعاني، وإن حق لنا شيء إنما يحق لنا أن نتوصل به إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.